ولكن قبل البدء أرجو منكم الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وحصري. شكرا لكم. نهاية محزنة لفتاة فيصل المشردة. كانت قد هربت في فبراير من العام الماضي من دار للإيواء بعد أكثر من عام على تداول قصتها التي هزت مواصل التواصل الاجتماعي، حيث أرعب هروبها من دار إيواء المصريين. أعلن السبت عن وفاة الفتاة لقاء المعروفة إعلاميا بلقب فتاة فيصل المشردة. وأعلنت مؤسسة معاناة لإنقاذ الإنسان مساء السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن وفاة لقاء التي تعددت الروايات حولها، ما بين هروبها من منزل أسرتها وعملها كراقصة وزواجها وإدمانها المخدرات، ثم أخيرا إصابتها بمرض الإيدز الخطير. وفي فبراير من العام الماضي أثار هروب الفتاة المصابة بالإيدز من دار للإيواء يعرف في مصر. وأعلنت مؤسسة معاناة لإنقاذ الإنسان حينما هربت الفتاة المشردة لقاء، وذلك بعد إقامتها في الدار لمدة أسبوعين، مؤكدة إنها كانت تعيش داخل الدار حياة كريمة، وقد خصصت لها غرفة عزل لعلاجها من مرض مناعي خطير ومعدي. وأوضحت الدار في بيان وقتها أن لقاء كانت مصرة على الخروج من الدار والعودة إلى الشارع مرة أخرى، لذلك تم التواصل مع أهلها ووزارة التضامن الاجتماعي لإبلاغهم وتعود قصة الفتاة المشردة إلى قبل ذلك بأسابيع، حين نشرت وسائل إعلام مصرية مقاطع فيديو تظهر افتراش الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عاما الرصيف في منطقة فيصل بالجيزة جنوب القاهرة. وأبدت الفتاة حينما رغبتها في الانتقال إلى أحد دور الرعاية، خاصة إنها بلا عائل بعد أن طلقها زوجها وطردها من المنزل، فضلا عن عدم رغبتها في العودة لمنزل والدها. وعقب ذلك بأيام ظهرت وقائع جديدة جعلت بعض المصريين يفقدون تعاطفهم مع هذه الفتاة، إذا انتشرت فيديوهات قديمة لها وهي ترقص في مناطق شعبية وتحيي حفلات زفاف، لتبين إنها كانت تعمل راقصة شعبية باسم مستعار هو بوكا بعد هروبها من أسرتها. وأخضعت المؤسسة الإنسانية الفتاة لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية لتبين إصابتها بمرض الإيدز الخطير وإدمانها للمخدرات، فبدأت بعزلها داخل غرفة خاصة لعلاجها، لكنها وبعد فترة هربت وذهبت لمنزل أسرتها في محافظة الشرقية، حيث توفيت خلال الساعات الماضية الأولى. شكرا لكم.